السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة لاحظت إن في والأطفال بتحفظ القرآن، لقيت إن أطفال كتيرة يعني بتتلخبط في موضوع القلقلة، ولقيت برضه إن ناس كبيرة بتتلخبط في موضوع القلقلة. القلقلة هي اضطراب الحرف عند نطقه، خلاص، وبتحصل في الحرف الساكن وبتحصل في 5 حروف فقط. هي حروف قطب جد، حروف قطب جد فقط. يعني القاف والطاء والباء والجيم والدال. زي مثلا أقول اقتربت، نطفة، الأجداث، وتب، مجرمين، أحد، لعبرة، الكبرى. بس فقط القلقلة في هذه الحروف. لاحظت إن في ناس كمان بتجيب قلقلة في حروف تانية ملهاش دعوة بالقلقلة خالص. تيجي مثلا تقرأ كلمة زي تتلى، هي تتلى، ناس تقرأها تتلى تتلى، لا غلط. ألاقي مثلا كلمة العنهم، العانهم، لا غلط. ما ينفعش أقول مثلا أخرج، لا هي أخرج. ما ينفعش أقول تضحكون، لا هي تضحكون، تضحكون. ما ينفعش أقول أغطش، لا هي أغطش، لأن القلقلة فقط في ال5 حروف قطب جد فقط. ما ينفعش أقول فأخذناه، هي فأخذناه. ما ينفعش أقول قضبة، هي قضبة. ما ينفعش أقول مكظوم، هي مكظوم. ما ينفعش أقول فضلة، هي فضلة. ما ينفعش لما أقف على كلمة حفيظ أقول حفيظ، لا هي حفيظ. ما ينفعش أقول فأصابحت، ما ينفعش أقلقل الصاد وأقول فأصابحت، هي فأصبحت. وأيضا مواضع أخرى فيها قلقلة، بس احنا ما مش بنسكنها بقى، احنا بنكسرها. زي مثلا كلمة لعبرة، هي لعيب، في ناس تقول لعبيرة، غلط. هي لعبرة ساكنة يا جماعة. ما ينفعش أقول الكبرى، لا هي الكبرى. إن شاء الله، لأن التحريك الساكن ده بيعتبر لحن جلي، واللحن الجلي يأثم فاعله.